السلام عليكم، معاكم محمود الهيدي من جيم مصر. والنهارده برضو لسه مكملين في نفس الكتاب، والنهارده ان شاء الله هتبقى اخر تمرينه تمرينه الترايسبس. التمرينه ديت زي ما انتم شايفين تمرينه البار الزجزاج او الايزي بار، وانت قاعد على الكرسي بتاع الكتف مش الكرسي بتاع الصدر. حلو كلام. في كام ملحوظه هنا تحت انا عايزك بس تركز عليهم. هنا بيقول لك التمرينه ديت بتركز على اللاترال هيد. لو بصينا هنا اهوت بتركز على اللاترال هيد في ترايسبس. تعالى بقى ايه بص عليها كمان مره واوريك معنى ايه الكلام دوت. تعالى هنا اهوت، احنا اتفقنا ان اللاترال هيد اللي هي الراس اللي بره هتقعد، ويفضل انت تكون قاعد على كرسي من بتوع الكتف، بلاش الكرسي اللي هو بتاع الصدر، عشان يبقى ظهرك انت ساند ظهرك ومعاك صدر. البار الزجزاج تمسكه من هنا اهوت تطلع فوق. حلو الكلام. بتنزل لغايه تحت وبتطلع تاني، تنزل لغايه تحت وتطلع تاني. انا عايزك بس تركز على حاجه واحده، عايزك تركز على كوعي وانا بنزل. الكوعي ما بتفتحش، خلي كوعك زي ما هي. انت تنزل تطلع تاني، نركز فيها تاني. انت ماسك البار من هنا اهوت، بتنزل وبتطلع، تنزل وبتطلع. على قد ما تقدر خلي كوعك ما يفتحش منك، لا خلي كوعك مقفول، تنزل بس ورا وتطلع تاني. حلو الكلام. وزي ما اتفقنا او زي ما الكتاب بيقول ان هي بتركز على اللاترال هيد اللي هي العضله اللي من بره. اخر تمرين للترايسبس تمرين زي ما احنا شايفين اهوت، ده يعتبر كويس، يعني بنسميه فانكشنال ورك اوت، يعني تمرين كويس من مستوعب الحياه، يعني ملهوش دعوه بالاوزان، بس ده بيشغل معاك كمان الصدر شويه. لو بصينا هنا بينزل لغايه تحت شويه تطلع تاني، بس انا عايز تركز على حاجه مهمه هنا كويسه جدا. شايف مش بعيد جدا عن الكرسي. في ناس كتير للاسف بتبعد كتير جدا عن الكرسي وبيسبب اصابات للكتف. تعالى اوريك برده التمرين دوت، وده من التمارين اللي بيركز على الثلاث رؤوس للترايسبس. تعالى هنا اهوت، بما اننا عندنا كرسيين هنا اهوت او بنشين. اول فكره ما احنا اتكلمنا فيها، لما تحط ايدك المؤخره بتاعتك لازم تكون جنب الكرسي بالظبط، مش عايزها تكون بعيده خالص. فانت هتظبط المسافات، تحط رجلك على كرسي تاني والمؤخره بتاعتك جنب الكرسي، بتنزل بتزق نفسك، تنزل بتزق نفسك. حلو كده. التمرين ده كويس، ما بقولش ان هو تمرين وحش، بس انت لازم تبتدي تشغل مخك. معنى ايه؟ انت لو بتتمرن التمرين دوت وعندك اصابات في الكتف او سبب لك اصابات في الكتف، يبقى بلاش منها. زي ما اتفقنا قبل كده، تمرينه واحده مش هتفرق معاك، تمرينه واحده مش هي اللي هتعمل لك بطل. لو اي تمرينه بتلعبها بتسبب لك اصابه او الم في اي مفصل، يبقى بلاش منها. ربنا ان شاء الله يقوينا جميعا على التمرين، ويا رب كل واحد بيفيدكم ان شاء الله. يلا السلام عليكم.